عايشين. طبعا كيف تستغربون عشان انك واقف هنا في الدور الثالث يعني. الحين بقول لكم ليش. قبل لا ابدا اول شيء اذا امك وابوك عايشين بر فيهم لا ترفع صوتك عليهم، واحمد ربك على ذي النعمة، ترى غيرك يتمنونهم. انا انسان خلاص مليت من كل شيء، كل ما افتحها من جهة تقفل علي من جهة، وانت لاحظت ذا الشيء انه دائما اجي واتكلم شوي يعني ما بفضفض. انا انسان الحمد لله ما احب افضفض ابد. تلاحظون علي اقطع بالاسابيع بالايام بالشهور، تجون تسألون ما تقصرون معي يعني ما ادري ايش اقول لكم غير ان الله يسعدكم. ما ادري والله كيف ببدا معكم. عشان ما اكون جاحد ابشكر كل شخص وقف معي سأل عندي اهداني شيء صور معي اي شيء من الاشياء، ابشكرك واقول الله يسعدك ويوفقك. طبعا ما انسى اخوياي اللي وقفوا معي في كل شيء، في الحلو والمره، خلودي عبادي بيكولا ريام يور جيمز ريكسون ابو عابد والعيال كلهم بدون استثناء، كل العيال. انتوا بعد ما قصرتوا معي كلام كذا مو راضي يطلع الكلام يعني. ما ادري والله كيف ببدا اوضح لكم وش بسوي انا، وما راح ارجع عند الشيء وراح اسويها وانط من هنا. خلاص ما عاد ابغى شيء، خلاص كفايه اللي صار لي انا، اني اقدر اسوي كل شيء بدون ما يعني اتكلم بالسناب ولا اقول اي حاجه. لكن حبيت ان يعني بما انتم الناس اللي دخلتوا حياتي وسالتوني حاب اني اتكلم معكم شوي بس، وانكم تذكروني بالخير. ترون يعني ما يجوز ذكر هذا الا بالخير والرحمه. الحين بيحسبون ان هذا مقلب، لكن واللي خلقني واللي رفع سبع ان هذا مو مقلب، ورب الكعبه ان هذا مو مقلب، اني اتكلم اني صادق، واللي خلقني اني صادق وما راح ارجع عن كلامي. جرت ام الخاصه الله يسعدكم الى الان وانتم تحاولون، لكن ما راح ارجع عن كلامي. لا تحاولون، لا احد يكتب لي لا يبصوا ما خلاص انا مليت يا جماعه. انا عانيت اشياء مره قويه ما حد يتصورها يعني، اشياء قسم بالله تشيب الراس عشان اثبت لكم اني ما راح اتراجع واني ماني بخايف. هذا اني واقف على الحفظ بالدور الثالث واني ما راح اتراجع وراح ارمي نفسي من هنا. والحين بفهمكم كل شيء راح تفهمونه الحين وانا هنا واقف، وبعدها راح اودعكم. قبل لا اتكلم اقول لكم اي شيء، اتمنى ما حد يكون زعلان مني، واللي زعلان مني تكفى شيل اللي بقلبك علي. والله اني انا مسامح الكل، واني ما اشيل بقلبي على احد ولا ابغى احد يشيل قلبه علي. والحين بقول لكم ليش. انا مريت في شيء مره صعب يا جماعه ما تقدرون تتخيلونه، شيء بالراس، شيء يوجع القلب، اشياء قسم بالله يعني تخليني اقعد في غرفتي ما اطلع منها بالايام بالاسابيع، ما اطلع ما اكل ما اسوي شيء. خلاص طفشت والله طفشت، مليت انا خلاص ما ابغى شيء، ماني قادر اتكلم. ما تعودت اني افضفض واقول لاحد او اقول اي شيء. لا تتخيلون اني ببكي واني ندمان على شيء، بالعكس شوفوني قد ابتسم لاني بختم بشيء يعني بابتسامه. ابي انتم لا تستاهلون غير السعاده الله يسعدكم. وما ادري ماني عارف اتكلم. كل شيء تتاكدون منه راح يوصلكم الخبر وانا هنا وانا تحت وانا خلاص ما عندي موجود، ما عاد احس بشيء. بعد 24 ساعه او 48 ساعه راح يوصلكم الخبر بالسناب، يوم او يومين بالكثير راح يوصلكم الخبر، راح تتاكدون اني مو قاعد امقلبكم ولا قاعد اسوي هذه الاشياء. ما اتوقع ان في مجنون راح يسوي زي كذا الا من جد من قهر.